ابراهيم بيقول غلط، لا احنا مش يعني ما لهاش علاقه. لكن انا بقول لك رايي اللي هو من قراءه مشهد بس فقط لا غير، بوعيك تاخد بالك، بوعيك بنور لك بس ايه لمبه تاخد بالك بس مش اكتر ولا اقل. طيب تعالوا بقى نروح لموضوع مهم جدا، هو موضوع عبد المنعم. ايه القصه؟ تعالى بقى اقول لك قصه عبد المنعم بالظبط ايه. نادي نيس الفرنسي عارض ايه والاهلي عايز ايه. عبد المنعم عايز يمشي، عايز يمشي سكه ودغري اهو، عايز يمشي. العرض اللي مقدمه نيس الفرنسي 4 مليون دولار. كام؟ 4 مليون دولار. ومليون دولار اللي هم الحوافز، اللي هي ايه بقى الحوافز ديت؟ كسب بطوله، مش عارف جاب مش عارف اهداف، عدد مشاركات معين، دي بيتحط بند اسمه بند الحوافز، ده عشان يعلوا بيه العقود يعني. فقال لك 4 مليون اخضر، ومعاهم واحد اخضر كمان ايه حوافز، وهنعرض 15، عرضوا كمان 15% من نسبه اعاده البيع. يعني نيس اذا باع عبد المنعم الاهلي ياخد 15% من اعاده البيع. طب الاهلي رد عليهم قال لهم ايه؟ ده بقى البيان بتاع الاهلي امبارح لما خرج، قال لك وما يتوافق مع قيمه اللاعب وقيمه الاهلي. الاهلي طلب 5 مليون دولار، يعني زود واحد اخضر على اللي كان معروض. قال لك انا هاخد 5 منه وماشي مفيش مشكله، مليون الحوافز احنا موافقين عليها، بس انا عايز في اعاده البيع 25%. وهنا الحقيقه انا بشوف ان انا بشوف ان الاهلي هيوصل لصيغه يعني. لانه انا لو هبقى بفكر في الحته دي، هو عبد المنعم عايز يمشي، وهذه رغبه معلنه من زمان وانا عارفها بنسبه مليار في الميه. وحقيقه الامر زي ما سمعتوا الكباتن امبارح كلهم بيتكلموا، مصلحته ومصلحه النادي ان هو يمشي. الجيم كله هيبقى في انه الاهلي ياخد نسبه اعاده بيع اعلى، وانا زكي دي اكتر. يعني انا زكي دي اكتر لانه كده كده عبد المنعم لعيب واعد زي ما بيتقال يعني، ولعيب مش هتبقى دي خطوته الاخيره. وانا متاكد مع الاصرار اللي انا شايفه منه ده ورغبته الحقيقيه في ان هو يحترف، هيروح ويعمل حاجه كويسه. ففكره اعاده البيع مجددا الاهلي من حقه انه يطلب فيها رقم كويس، يطلب 25%. انا لو منه هبقى قافش في 25%، هبقى قافش فيهم. ممكن اتنازل شويه عن ما بين الاربعه، 4 ونص في الحته دي، لكن هبقى قافش قوي في 25%، لانه هي دي الحته اللي انا هتقعد تجيب لي فلوس، هي دي. فالمساله كلها خلاص ما بقتش الاهلي من الناحيه الفنيه يسيبه ولا ما يسيبوش، هو واخد قرار انه هيسيبه خلاص. هي دلوقتي في الحته الماديه، فاذا خلص موضوع الحته الماديه عبد المنعم سيرحل وسيخرج من النادي الاهلي. طيب تعال احكي لك قصه اللي جم واللي رايحين في النادي الاهلي، عاملين زي من الالف الى الياء عشان تبقى عارف. الاهلي كمان هجيب ناس، مش هكتفي بكده. ودايما اشوف الفريق الجامد هو اللي بيجدد نفسه بنفسه، هو اللي بيدعم نفسه. الاهلي مش فريق محتاج بناء. فرق بالحتتين، الحته اللي هقولها لك دي حته بسيطه خالص خالص. هناك فارق ما بين فريق بيتبني من اول وجديد فتجيب له 10 12 صفقه، وهناك فارق ما بين فريق مبني وعنده هيكل وعنده عظم، وهذا الهيكل والعظم انت بتعمل ايه؟ بتقوم مدعم احتياجاتك فقط لا غير. فالاهلي هو فريق في مراحل الدعم دائما، علشان هو عنده العظم قوي، عنده الهيكل قوي، ما عندوش عمود خيمه واحد، عنده كذا عمود خيمه. تعال نشوف الاهلي في مساله الراحلون عاملين ازاي. مشي ديانج خلاص طلع اعاره للخلود السعودي، كريستو اعاره للصفاقسي التونسي، متولي لا تدرب مع الفريق ولا تواجد ضمن المباريات تمهيدا لاعلان رحيله بشكل رسمي. ده الموقف بالنسبه لمتولي، والله من المدافعين المميزين هو، بس مش محظوظ شويه. حكيت لكم القصه بتاعت عبد المنعم اللي بعده. كهربا العلاقه ما بينه وما بين كولر متوتره في الفتره الاخيره، هناك اهتمام من جانب نادي زد بضمه فيما يترقب وصول عروض خارجيه عربيه. تاو كولر بيرحب برحيله مع استبداله بعنصر افضل في مركزه، تبحث اداره الاهلي مع اللاعب طريقه رحيله. بالنسبه للتجديدات، السوليه جدد تعاقده لمده موسم. علي معلول الاهلي بصدد اعلان تجديد عقده ايضا لمده موسم، ده كان بديهي جدا الحقيقه. اما بالنسبه للصفقات فبالامس الاهلي اعلن خلاص عن يحيى عطيه الله،
الراجل جاي لمده موسم على سبيل الاعاره مع خيار الشراء. يوسف ايمن برضه صفقه تمت، مدافع الدحيل القطري، وتم الاعلان الرسمي لمده موسم على سبيل الاعاره. هنا بقى المنكش بقى في الحته دي، منكش في الصفحه دي. كيفن كارلوس هو لاعب في مركز المهاجم، كان ابدى كولر اعجابه بمهاجم يافدرون السويسري، وضعه في مقدمه ترشيحاته، فالاهلي شغال عليه كيفن كارلوس ده. يوسف زاليتش الفلسطيني مهاجم سيريوس السويدي، وضعه كولر كخيار تاني، يعني هيبقى عنده يوسف وعنده كيفن كارلوس بيتحرك ما بينهم. صفقات محتمله بالنسبه للنادي الاهلي: عمر فرج مهاجم ايك السويدي، الاهلي عجبه المدرسه السويديه لما جاب وسام ابو علي، فواضح انه ركز معاه شويه. هو من ترشيح لجنه اكتشاف المواهب السكاوتنج تيم. محمد علي بن رمضان، وده جماهير الاهلي كلها مستنياه، يعني الاهلي بيكثف مفاوضاته مع محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق المجري. في خلاف مالي لحد دلوقتي لحد ما تتم الصفقه. الاهلي كان قدم عرض ب $1,800,000، قد يزيد ل $2,000,000. المطلوب من النادي المجري $2,400,000، يعني برضو رقم يقدر النادي الاهلي يتعامل معاه، صفقات تقدر تتعامل معاها يعني. محمد اسماعيل وخيار اجنبي في قلب الدفاع. محمد اسماعيل لاعب زد، يوجد قناعه من كولر بالعناصر المحليه المتاحه في الدوري. الاداره رشحت محمد اسماعيل لاعب زد، وتبحث لكولر عن بديل اجنبي حال تاكد رحيل محمد عبد المنعم لنيس الفرنسي، يبقى عنده برضه بديل تاني. ده بالنسبه لقصه حياه النادي الاهلي، دي قصه الحياه، يعني هذا ما يفكر فيه النادي الاهلي واداره الاهلي ولجنه التخطيط ومارسيل كولر. من الصفقات المحتمله ايضا اياد العسقلاني، تم طرح اسمه كخيار لدعم الدفاع، او عمر فايد لاعب فنربخشة التركي. عمر الساعي كان فيه اهتمام من الاهلي بلاعب وسط الاسماعيلي، وحصلت محادثات وديه لضم اللاعب، خصوصا وفي اقتناع بقدرات اللاعب من جانب كولر ومسؤولي النادي الاهلي. طيب ده بالنسبه للاهلي.